مرحبا. ملخص باب الحارة جزء 13 الحلقة 12. تمام. زكي بدها تخطب لابن المخللاتي، فبصير مشكلة مثل العادة يعني. تمام. تاني شي مرت ابو غالب عم تشتكي من ريحة تم ابو غالب وغلاصته. ابو غالب غليظ. تمام. طيب. هذا الزعيم سفكوني عم يضرب رصاص عليه بس ما عم يصيبوه. هو هذا يعني بيلبس طاقية الإخفاء وبيتبتمن بالليل، يعني بيتخبى بصير باتمان. اي اخو الإداشري بده يخلي الخدامة تقتل مرته. اخو الإداشري كتير لئيم، حتى يعني بالجزء 13 بس تذكر إداشري اخو إداشري لئيم، عرفتوا؟ ابو قاسم ترك مرته يعني علقها بس ما طلقها، يعني خلاها لا معلقة ولا مطلقة بالنص. عندك بنت الزعيم سفكوني عم تحقق بموت اخوها، فعم تقول انه شكر يقتل اخي وكان معه فرد وقت مات اخي، يعني سهلة واحداث بايخة. المهم 8 تحقيق تافه ما له طعمة، تمطيط احداث بس. 9 ام بشير اكتشفت انه الشيخ عبد العليم بضرت بالليل. يا لطيف. بوران طلقها سعيد للمرة 13 على عدد الأجزاء. يا سلام. بنت أبو النار ما بدها ابن المخللاتي لأنه بيذكرها بالإداشري. الإداشري كان بيع مخلل. ايه. بوران رجعت لعند كشاش الحمام، صار في ألفة. أخو الإداشري عم يطلب من أبساطور يقتل الزعيم ليصير هو الزعيم، واطي مثل أخوه، وأبساطور حمار مثل ما كان حمار مع أخوه. هلأ بيطلع صوت رصاص بس الطلقة بتجي بكل شي إلا الزعيم. سبحان الله. فأبو غالب بيقول بني لا بالبيوكي، وتخلص حلقة. هذا الفيديو بس سلسلة جديدة، ما بعرف إذا رح تعجبكم. حطولي لايك، كتير مهم، لايك واشتراك، هدول أهم شي. باي.